السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. الله اكبر، الله اكبر، والعزه للسودان. الله اكبر. الفرقه 22 بامونوسا متك الجنجويد متك على الطريق الصحيح. صح فعلا التصوير ما حاجه جميل. تيجي تصور واي 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 واي, واي ده ام قوق ده ما بلوم بل تقيل جد. متك على الطريق الصحيح، ونحن دايرين نوضح للشعب السوداني وما حصل في مدينه بتاعت البابنوسه، والعمليات بتاعت الاشاعات الطلعت بانه خلاص بابنوسه سقطت وفرقه 22 خلاص و الكلام الكثير. لا، هيا الله الابطال تحت قياده القائد درموت، له التحيه والتقدير، رجل شامخ وثابت واسد بمعنى الكلمه. والله متك الجنجويد متك على الطريق الصحيح بعالياتهم العسكريه، وجميع الترسانه بتاعت الجنجويد متك وارسالهم الى سماء ذات البروج. دايرين نتكلم في التفاصيل الحاصله في مدينه باب موسى، وعندنا الرسائل معينه الناس تستمع عليها على اساس انه الاشاعات الكثيره اللي قاعد بتطلع من الجهات الجنجويد او شنو ابواق الجنجويد الا وهو القحط. الحاجه دي الناس ما تستمع عليها لانه في تفاصيل كثيره حصلت وفي تغييرات كثيره حصلت دايرين نتكلم عنه. لا تنسى الاشتراك في القناه، اعمل زر بتاع تفعيل الجرس على اساس انه تصلك كل جديد، وادينا لايك ونخش في التفاصيل مباشره. طيب، ما حصل في مدينه باب نوسه الجنجويد طبعا زي ما انتم عارفين تماما. لما يقول لك انا اعلنت الحدنه والكلام الكثير ده طبعا طلس الكلام ده، اي زول بعرف طبعا، المجتمع الدولي بعرف، اي زول بعرف. جو هاجموا على مدينه باب نوسه، جاء يعني ترسانة بكميات كثير جدا، ترسانة بتاعت الجنجويد، سواء كان القواتهم جات من الجنينه ومن النياله ومن يعني الفاشر ومن الضئين، كميات كثيره جدا على اساس انه يستولوا على مدينه باب نوسه. جاب المرتزقه بتاعت الدوله جنوب السودان وكميات ثانيه من الافريقيا الوسطى والاتجاهات متعدده سواء كان من التشاد او من النيجر. جو كواك بكميات كثيره هاجموا على مدينه باب نوسه. ابطال مدينه باب نوسه صمدوا وصبروا وبلوا ومتكوا الجنجويد على الطريق الصحيح. نوريك بالواضح، انتوا كلكم شاهدتوا الجنجويد مشوا صوروا في امام المقر لواء 89. لواء 89 باب نوسه صح فعلا كان ابطال موجودين فيها وانسحبوا انسحاب تكتيكي. انتوا كلكم لو عاينتوا عمليات بتاعت الانسحاب وقت المسيرات الاستراتيجيه بتاعت الجنجويد، وقت القايد بتضرب في لواء 89، الناس دي كلها شنو انسحبت انسحاب تكتيكي الى الفرقه 22 باب نوسه. طيب الجنجويد بعد ذاك جو صوروا وحللوا وكبروا وخلاص الفرقه 22 مشاة استلمناه. اسمع الكلام ده جيدا، الفرقه 22 مشاة لا زال صامدا. ده المقر بتاعت اللواء 89. بعد ذاك حصل لهم شنو؟ حصل لهم شنو الجنجويد؟ خشى نسور الجو، خشى مسيرات استراتيجيه، بل على الطريق الصحيح، يتبلوا ويتمتكوا وارسالهم الى سماء ذات البروج. نوريك بالواضح، بلهم بل ثقيل جدا. درموت اقسم بالله يشتغل فيهم شغل امكواك، والله امنوا وصدقوا واتخلوا من برنامج بتاعت الخلاص سيطرنا على فرقه 22 مشاة. اسمع الكلام ده جيدا، اقسم بالله متك على الطريق الصحيح، بل زي البل، ارسال كميات كثيره جدا وتدمير الياتهم الثقيله في مدينه باب نوسه بواسطه المسيرات الاستراتيجيه، بواسطه ابطال فرقه 22 مشاة. الناس ديل صامتين صمود على الطريق الصحيح. بعد ذاك الحصل شنو؟ وقت العمليات بتاعت الانسحاب المنسحبين جزء من الابطال بتاعنا من لواء 89 ماشيين الى فرقه 22 مشاة، في جزء منهم اتأسروا. انا نوريك بالواضح جزء من الابطال اتأسروا، لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يفك اسرهم. بعد الاسر ذاته يتكلموا قالوا شنو؟ قالوا لهم هي جزء من الشباب احنا عارفينهم تماما قاعدين يبطلوا وبيتكلموا في الميديا وكده. سالوهم انتم مش قاعدين تطلعوا في الميديا؟ نعم، قالوا نحن قاعدين نطلع في الميديا. باب نوسف صمود والفرقه 22 صمود. اقسم بالله قالوا لهم في عينهم زي الجنجويد.
زول معاصرينه قالوا لهم في عينهم زي ده. الابطال نحن عارفينهم تماما، قدموا الخالي والنفيس وربنا يفك عسرهم. عندنا كميه من الابطال مدينه باب نوسه طبعا، يعني شهداء عند الله سبحانه وتعالى، تقبلهم الله قبولا حسنا، لانه الناس ديل والله قدمت الخالي والنفيس. الدفاع عن الوطن الحقيقي، يعني القسم بتاعت القوات المسلحه على اساس انه تحمي هذا الوطن، القسم بتاعهم كانت حقيقيه، وكانت دفاعهم من اجل هذا الوطن حاجه واضح جدا. الشباب ده والله استبصروا استبسال كبير جدا، والشرف بتاعت الشهاده اخذوه، تقبلهم الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذاك اللي حصل شنو؟ في درموت طبعا عامل كنترول للبرنامج ده، عارف الجنجويد افكارهم شنو وبرامجهم شنو. تكتكم تكتيك على الطريق الصحيح، متكوم متك على الطريق الصحيح، بلوم وعملوا تدمير للآلياتهم الصغيرة، وعندهم الأجهزة بتاعت التشويش، على أساس إنه نفس الحكاية اللي حصل لمدينة الفاشر، دارين يقطعوا الاتصال بين القيادة بتاعت الدولة والقيادة الشباب الموجودين في مدينة باب نوسة، على اساس انه دارين يقطعوا الاتصال. حاولوا مرارا وتكرارا على اساس انه امس يقطعوا اتصال بين القياده بتاعت الدوله والقياده الفرقه 22 مشاة، لكن الابطال فرقه 22 مشاة وقياده بتاعت الدوله كانت صاحيه تماما، وقدر يستهدف الاجهزه بتاعت التشويش والعمليات الاجهزه الحديثه اللي جابوه وين؟ داخل مدينه باب نوسة. قدروا يدمروا المسيرات الاستراتيجيه، نسور الجو، بلام ويتمتكوا متك على الطريق الصحيح. رسالتنا شنو؟ باب نوسة سامي شباب قدموا الخالي والنفيس. رسالتنا للقياده بتاعت الدوله يجب ان تتحرك. ده رسالتنا للقوات المسلحه، يجب ان تتحرك ل يعني تخفيف العبء على مدينه باب نوسة. يجب ان تتحرك لفتح جبهات اخرى لتشتيت تركيز الجنجويد على مدينه باب نوسة، عشان ما يحصل الحاجه اللي حصل لمدينه الفاشر. المدينه الان صامده، باب نوسة لابد نحن نقيف عليه بمليون الف حساب، نقيف عليه، لانه الشباب ده يستاهلوا كل الترسانه بتاعت الدوله ده يتحرك من اجلهم. الشباب الموجودين في فرقه 22 مشاة من المفترض نحن نتحرك في كل الجبهات، ونفتح الجبهات الثانيه، ونرسل قوات على اساس انه يمشي لباب نوسة، نرسل القوات يمشي لباب نوسة، يمشي الحتات دي كلها على اساس انه تخفيف العبء وتشتيت الجنجويد. جنجويد عنده شنو؟ كل القوه اللي عنده جاب قطاع وين؟ في مدينه شنو؟ ما حول مدينه باب نوسة، على اساس انه شنو؟ يسجد باب نوسة. اسمع الكلام ده جيد، هو ما بقدر نهائيا. طلعوا الاشاع قالوا سجدنا باب نوسة، ناطق الرسمي باسم الدعم السريع امس، يعني اتوقع بعد ما القوات بتاعه وصل لواء 89 قال خلاص نحن سقطنا باب نوسة. طلعوا اشاعات للقنوات العالميه والقناه الحدث والقناه بتاعت الدويله، كلهم يتكلموا في البرنامج ده، لكن الصمود بتاعت الابطال والقوات المسلحه بعرف قاعد بتعمل في شنو، بعرف تماما قاعد بتعمل في شنو. خلوا طلوا بياناتهم، خلوا طلوا حاجاتهم كلها، بلوم متكوم والمدرعات بتاع الحديث الجابوا، وبرنامج ده تم مدقه وتم تدميره بنسبة يعني 40% من الآليات الثقيلة تم تدميره تماما أمس لوحده، بل كانت على الطريق الصحيح. رسالتنا للقيادة بتاعت الدولة يجب أن تتحرك، ده بس نحن ما عندنا حاجة ثانية نهائيا، تتحرك لشنو؟ لتخفيف العبء، لانه العمليات بتاعت الصح فعلا ده انت خلاص فتقتم وفشلتم يعني في الاعلام وفشلتم في اي حاجه، لكن القوات يجب ان يتحرك، القوات المسلحه يجب ان يتحرك للدحر الجنجويد، والناس ديل بدأوا للحدنه وبجي بحاجموا، وانت تقول بلبس. انت لما تقول بلبس لابد تتحرك على اساس انه شنو؟ يعني تنقص ما تبقى من ابطالنا في فرقه 22 باب نوسة. ديل يستاهلوا حياه كريمه، يستاهلوا يعيشوا، يستاهلوا يدافعوا عنهم، يستاهلوا كل الترسانه دي يصل عليهم على اساس انه يعمنهم ويعمن مدينه باب نوسة.
اسمع الكلام ده جيد. ده الحاجه المفترض بتبقى. في الاخير طبعا عندنا شهداء بكميات كثيره جدا، ابطال فرقه 22 مشاة، ربنا يتقبلهم قبولا حسنا يا رب العالمين، ودعواتنا لهم للجرحى بالشفاء عاجل، وما تبقى منهم الصامدين في الفرقه 22 مشاة ربنا يعني يثبتهم، وربنا يثبت اقدامهم، وربنا يسدد رميهم، ونحن منتصرين بكم، وبكم السودان سوف تنتصر. جيش واحد، شعب واحد، مشتركه فوق، مورال فوق، منتصرين باذن الله. بل بس لاخر جنجويدي، لا تنسى الاشتراك في القناه، اعمل زر بتاع تفعيل الجرس على اساس انه تصل كل جديد. تحياتي لكم، محباتي لكم جميعا.